وجبة صحية ومحببة للجميع، مسقعة الباذنجان من دون قلي، والأهم إنها لذيذة. خليكن معي وتابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. في عندي كمية من الباذنجان بقطعها شرائح متوسطة لا رفيعة ولا سميكة بهذا الشكل. بنقطع كل الكمية بنحضرها على حسب أفراد عائلتنا بمقلاية على النار من دون ما نضيف أي مادة دهنية. بدنا نشوي الباذنجان والنار عندي قوية. بقلبها للجهة الثانية لحتى تاخد لون من الطرفين. شايفين بهذا الشكل. بنخلص كل الكمية. في عنا 6 حبات من البندورة بنفرمها بشكل ناعم. بصلة كبيرة مقطعة على شرائح رفيعة. مقلاية على النار في عنا ملعقة كبيرة من الزبدة وكمية من زيت الزيتون. بضيف البصل بقلبه حتى تاخد لون. من بعدها بنضيف الثوم. كمية الثوم اختيارية على حسب رغبتنا. بقلبه هيك لمدة 10 ثواني بس تطلع ريحتها. نضيف ملعقة كبيرة من دبس البندورة يعني صلصة الطماطم. نضيف البندورة المقطعة، ملح، فلفل أحمر، فلفل أسود. الكميات بنحطها على حسب رغبتنا. بنقلبها تقليبة خفيفة وبنغطيها لحتى تستوي. شايفين كمية الباذنجان عنا جاهزة. وبعد ما استوت عنا البندورة بنضيف الباذنجان المشوي. وفينا نقطع الباذنجان لو حابين الحجم يكون أصغر. بقلبه تقليبة خفيفة. بغطيها وبتركها تستوي لمدة 10 دقائق. وبهذا الشكل خلصت وصفتنا اليوم. بتمنى نالت إعجابكم. وبنقدمها جنب الرز أو ممكن ناكلها بالخبز. لو حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. بتمنى وصفة اليوم نالت إعجابكم. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.